انتوا بتتكلموا معانا ازاي؟ ده احنا شويه حشرات جرابيع برغوتات الارض الحيوانات الحمير. انت بتتكلمي كده ليه يا مره؟ ايه اللي شغلانتك تصوريني بس؟ انت شغاله عبد عندك؟ ده انت مجرده واحده بتاعه قاعده بتعمل شويه فيديوهات عبيطه زيك. في ايه؟ انا طب الله، يلا اشتغلي عندها عبد، امسحي لها الطرحه، انزلي بوسي جزمتها، انزلي على بنطلونها رموشيه. الولايه دي عايشه في دور العبد. هو ده ايه وتكبير ايه؟ تواضع تكبير يا وليه؟ ده انت لسه كنت هتبوسي جزمتها. تواضع مين؟ قسما بالله لو زعقتوا تاني قسما بالله بالماوس ده في وشكم. الماوس ده غالي. الاطفال اللي بيتفرجوا عليكم من غير عقل تقلبت اسراء نبيل على فكره، يعني كده بقى دبل بيض بجد اسراء نبيل ومنى القوه ومحمود الجمل. والله العظيم وحشني. تصدق بص يعني انا ما بحبكش ولا بحب البت امنيه عشان انتوا ماسكينها حرب في كل فيديو، بس والله العظيم وحش. قناه ميته من ساعه ما بطلت اتكلم عليك. والله القناه ميته، انت اللي هتنعنش لي القناه. يلا بينا. عندنا امنيه القوه، عندنا محمود الجمل عم الناس محمود الجمل اللي هيجيب لي احلى ريتش واحلى اطفال يقعدوا يزيطوا في الكومنتات عشان ارد عليهم ويعملوا لي تفاعل زياده عشان القناه تطلع، عشان انا بدات ازهق. يلا بينا. استاذه امنيه، ازيك يا ام غزل؟ ازيك يا استاذه البتاعه دي استاذه يا غزل؟ الحمد لله. انت كويسه يا استاذه امنيه؟ ايوه طبعا كويسه. استاذه تاني برضو؟ ايه الشغل دي؟ هو انا ينفع اطلب منك طلب صغير كده؟ من عينيا. والله من غير ما اكمل الفيديو، من غير ما اسمع، هتقول لها ينفع تصوري بنت غزل عشان هي موهوبه في التمثيل ومش عارف ايه. هتقعد ترغي كتير، يعني هما مش هيلخصوا كده. اتفضلي. بصراحه يا استاذه امنيه بنتي غزل نفسها تطلع معاكي في الفيديوهات حتى لو في جبت حاجه من عندي. هل انا اتفرجت على الفيديو ده قبل كده؟ انت ممكن تقول بس انا ما اتفرجتش عليه قبل كده. عايزين نتصوروا مع غزل زي ما الناس كده بتيجي يا استاذه امنيه هنا يسالوا عليكي وعايزين يتصوروا معاكي. نفسك تبقي مشهور؟ يتصوروا انا نفسي كل ده تمر عليا انا. طيب بصي انا عايزه اقول لك على حاجه، المشكله ان انا بعمل تحديات صعبه قوي. ماشي انا معاكي في اي حاجه. تحدي لعب السلم اللي كان في اول الفيديو ده صعب. عايزه اقول لك ان غزل بنتي شطوره قوي وخفيفه كده. كفايه تطبيل بقى، كفايه تطبيل لبنتك بقى. انا ساكن من الصبح، ما كفايه تطبيل. ما خلاص عرفنا ان هي جامده وبتطير في الخرابص وبتعرف تحزن وبتعرف تتبسط وخلاص. بنتك كويسه والزفته دي هتصورها ويعملوا ام كونتنت وانا هعمل ام فيديو. خلينا ننجز. انا اسف هتسمع كلامك على طول. طب تمام خلاص، انا دلوقتي هصور فيديو في الجنينه، تيجي تصوري معايا؟ بجد يا استاذه امنيه؟ فيديو ايه اللي هتصوريه في الجنينه يا استاذه امنيه؟ فيديو ايه؟ فيديو شد يا ربي امسك لسانك. لا انت عايزه غزل بنتي تصور معاكي دلوقتي؟ ايوه. انا مش قادره. انتوا ليه بتعاملوا البنت انها كلبه جربوحه حقيره عليك؟ وامنيه دي الجامده الملاك اللي مفيش منها اتنين، التوب. قسما بالله لو زعقتوا تاني قسما بالله بالماوس ده في وشكم. الماوس ده غالي. امثل جامد جدع. تعالي معايا اوريك. على فكره يا استاذه امنيه دي حافظه اغانيكي كلها. ايوه قولي لي الاغنيه. لا وحات ابوكوا لا بتاعتي كده. ده مين ده؟ لا دي مش اغنيتي، دي اغنيه بنت اخويا احمد فيروز. انت كمان بتعملي اعلانات لقنوات تانية. أجرت العجلة. أيوة أجرت العجلة هي العب يا مراتي. أنا وشي اتطبق، مش محتاج أقول حاجة عن الحتة دي، ولا أعلق ولا أتكلم ولا أقول قد إيه أنتوا كرنج وقد إيه الأطفال اللي بيتفرجوا عليكم من غير عقل. في كلمتين جد محتاج أقولهم في النص. بعد ساعة لا خلاص بقى، أنتوا هتكملوا ولا إيه؟ حبيبتي ركزي كويس. ها؟ ماشي. اسمعي كلام أستاذة أمنية. حاضر يلا حاضر. شكرا يا أستاذة أمنية والله. خلاص بقى خلاص عرفنا انك فرحانه ان استاذه امنيه هتصور بنتك. خلاص نسكيب الحته دي. دقيقتين ليه؟ دقيقتين فشل مشهد ليه؟ دقيقتين في هذا المشهد. خلاص امنيه دخلت نزلت من على السلم. ممكن تصوري بنتي عشان بنتي موهوبه. خلاص شكرا، خدتها من قفاها وراحوا على الجنينه. بس لخصتها لكم في نص ثانيه. الحمد لله بنتي هتبقى مشهوره وانا هبقى المشهوره. نسريه ام غزل المشهوره اهي. ام غزل المشهوره. انا ممكن اقول لك لا كله تمام خلاص. انا عملت سيف للفولدر على اللابتوب وجاي على طول. دي بقى من غير ما اعرف ايا كان ايه. انا والله اتفرجت على الفيديو بس من تحليلات الشخصيه السطحيه. اكيد دي الست اللي ماسكه الاداره بتاعت فيديوهات امنيه، وباين قوي ان هي ست كاريزما ورايقه قوي وجميله قوي وتحفه قوي ساعه بالظبط وهكون عندكم، مش هتاخر. مع السلامه يا امنيه.
يا امنيه. يبقى دي امها. نزلت طبعا، انا سمعت الباب من شويه، اكيد هي اللي نزلت. انا عارف والله بتكلموا مين، يعني كل فيديو بعد ما بيحصل موقف ما ايه ده دي امنيه نزلت، يا خساره امنيه نزلت. بتكلم مين بقى؟ تليفون مقفول طبعا، تلاقيها طبعا بتصور فيديو تحت في الجنينه. ماشي امنيه. طب طالما انت عارفه كل حاجه وحلوه، هي ما تنزلي ولا تشوفي انت عايزه تنيلي تعملي ايه وتخلصينا. غزل انت بقى جاهزه للتحدي؟ جاهزه. ايه هو التحدي؟ ثانيه اصورك الاول واقول التحدي. ماشي. ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ طب انت قلبت اسراء نبيل على فكره، يعني كده بقى دبل بيض بجد بجد. اسراء نبيل ومنى القوه ومحمود الجمل. طبعا النهارده انا هعمل تحدي مع غزل. جاهزه يا غزل؟ جاهزه. التحدي هو بقى يا غزل هنشوفه. شايفه السلم ده؟ بالذمه السلم ده كله باين من الكاميرا. ده انت كده ماسكاه كده، اتفرج شايف حاجه؟ مش شايف حاجه غير الصبع اللي جاب شاشه ده، صح؟ دي سهله قوي يا استاذه امنيه. يعني هتكسب. بطلوا تقولوا استاذه، بطلوا تقولوا استاذه. انا مش واخدها كاستاذه خالص. انا امنيه دي بالنسبه لي مرمطون. دي مجال للتهزيء من كل رياكت، من كل محتوى الرياكت. ما سابش امنيه ولا محمود الجمل في حالها. سابي يا غزل؟ ايوه. بس ايه رايك في فكره التحدي؟ جميله وسهله زي الخط، زي بالظبط، تختلفوش عن بعض. هشوف انا اللي اكسب التحدي ولا انت يا غزل. يلا يا غزل. ليه بتعملي كده يا امنيه؟ ليه بتشمي التليفون؟ ليه عامله كده والله؟ هو السلم بيتهز ليه؟ يا غزل ما تخافيش. يلا يا غزل خليكي قويه، مش بيتهز. ده بيتهز اقسم بالله. ده انا قاعد بتهز اكتر من السلم ده بيتهز. السلم بيتهز ليه؟ ده بيتهز. طب حتى اعملوها في المونتاج، يعني اعملوها في يا عم كلف نفسك نزل افكت من جوجل كروب. يا غزل ما تخافيش. يلا يا غزل خليكي قويه، مش بيتهز ولا حاجه. انا عايز اعرف هتقع ازاي بجد. لو وقعت وقعه اللي هو زي وقعه الكرتون اللي هو ده كده بضهرها بجد هتضايق. يلا يا غزل. لا انا خايفه مش قادره يا غزل. هو انت لسه لعبتي عشان تقولي خايفه يا غزل؟ كفايه مط في السكريبت يا غزل يا ليه ما غزل واحده وامنيه واحده. عايزه ابقى مشهوره يا امنيه اهو. خليتك تعملي تحدي. اصل انا يعني مش عشانك انت هعمل تحدي بيلي تلعبي بيلي انا وانت. تحدي الناس هيضحكوا عليا. انا لازم اعمل تحدي. على الاساس ان لما تطلعي على السلم وتقعدي تشعلعي زي الشمبانزي كده مش هيضحكوا عليكي. لا يا امنيه انت مصدر ضحك. تحدي صعب يا استاذه امنيه. السلم بيتهز. بطلي تقولي استاذه زفت يا امنيه يا استاذه امنيه. غلطت. عيدوا المشهد. واخدينه وان شوت ليه؟ عيدوا المشهد. خلاص بقى يا غزل، بعد كده بقى مش هتصوري معايا فيديوهات تاني لو انت مش هتعملي التحدي. لا خدي امسكي بس يا غزل. انت صوريني وشوفي انا هعمل. على فكره انا قويه بس هو فوق قوي وانا خايفه. كوية قوية ومختوفة. يا جدعان تعبت من اللغة العربية بتاعتكم الصعبة. تعبت. والناس اللي بيكتبوا لي كومنتات بيكونوا أصعب. هو الغريفي بيكتبوا لي طلاسم. بصي مسافة. خلاص مش انت خايفة. انت شغلانتك اللي انت تصوريني بس وتشوفي انا هكسب التحدي. انت بتتكلمي كده ليه يا مرة؟ ايه اللي شغلانتك تصوريني بس؟ انت شغالة عبد عندك. ده انت مجردة واحدة بتاعة قاعدة بتعمل شوية فيديوهات عبيطة زيك. في ايه؟ دي ازاي؟ يلا. طب والتحدي التاني انا هكسب يعني. لا خلاص مش هتصوري فيديوهات تاني معايا. يلا يا غزل. بصي يا غزل مش بيتهز هو عادي. بصي والنبي اقعي. يا رب الوقعه تكون بجد. ويجي لها الغضروف. لا بلاش الغضروف عشان الغضروف صعب. لا يا غزل اهو. اوعي بقى. بالك يا استاذه امنيه. اوعي. مفيش يا غزل. انا مش لو قلتي استاذه امنيه تاني هشدك من ديل الحمار اللي انت عاملاه ده. طيب بخاف وجبانه. يلا انا على فكره اوعي. مش بخاف. بصي بقى يا غزل هتمسكي دي كده. ايوه اوعي بقى. استاذه امنيه ما تخافيش يا غزل. بصي صباح الخير يا ندى. صباح النور يا ام امنيه. يا عسل ربنا يخلي لك امنيه ويفرح. انا اطبل لها. يلا اشتغلي عندها يا عبد. امسحي لها الطرحه. انزلي بوسي جزمتها. انزلي على بنطلونها رموشيه. فرحالك كده يا رب. ربنا يخليكي. ما شفتيش بقى امنيه في الجنينه ورا بتصور تحديات ومقالب واخدت بنتي غزل تصور معاها. الملك راضي عني وخد بنتي. انت والله مبسوطه جدا. اصل امنيه حياه غزل ان هي تبقى مشهوره والناس كده تيجي تقف صف كبير يتصوروا معايا. انا بجد نفسي اشوف واحد
واحد نفسه يتصور مع غزل، واحد نفسه يتصور مع حد من عيله محمود الجمل. انا لو شفت حد، هم مع عندي من اسكندريه، لو شفت حد من عيله محمود الجمل هطلع التليفون واصورهم واعمل عليهم رياكت قدامهم. شكرا والله يا ام امنيه، احلى حاجه فيكم ان انتوا ناس طيبين كده ومش متكبرين وبتتكلموا. ايوه انتوا ناس طيبين ومش متكبرين وبتتكلموا معانا. انتوا بتتكلموا معانا ازاي؟ ده احنا شويه حشرات جرابيع برغوتات الارض، الحيوانات الحمير، الكلاب. ازاي بتكلمونا؟ ازاي بتكلمونا؟ مع الناس عادي كده. يا ندى يا حبيبتي، وحد اخد من الدنيا حاجه معاه؟ هو ايه اللي حد اخد من الدنيا حاجه؟ انت صدقتي الولايه دي؟ الولايه دي عايشه في دور العبد، انت صدقتيها انت كمان؟ ده ايه ده؟ انت بس خليكي فاكره الكلام ده عشان لما بنتك بس تشتهر شويه كده ويجي الناس يقفوا طابور كده عشان يسلموا عليها ويتصوروا. مين عايز يقف طابور عشان يتصور مع غزل ولا امنيه زفت القوه دي؟ معاه هتبقوا متكبرين ورافعين مناخيركم في السما. محدش. ايه التكبر في انك تكون مشهور؟ فين التكبر في انك تكون مشهور؟ شويه ناس بيتابعوك عادي جدا، واحد بيحب انك يتفرج على فيديوهاته. ده مجرد يلا تسلية للوقت، مش مجرد انا تسلية للوقت برضه، بس انا بتريق عليكم. وي ار نوت ذا سيم. تكبروا ابدا على الناس ولا نتكبروا على اي حد، احنا التواضع فينا والله. ايوه تواضع ايه وتكبير ايه؟ تواضع ايه وتكبير ايه يا وليه؟ ده انت لسه كنت هتبوسي جزمتها. تواضع مين؟ ايوه، ما الكل بيقول كده في الاول. اساليني انا. لا مش احنا طيب تعالي بقى نروح نشوف غزل وامنيه بيعملوا ايه. اجي اشوف معاكي. ايوه يلا اجي اشوف معاكي. انت بتكرهي نفسك بيه. ده انا مجرد عبد حقيره عندك. يا لهوي على التواضع. هموت. اتفضلي اتفضلي. بقولك اهو يا استاذه امنيه. جدع يا غزل. يا استاذه امنيه انت بتعملي ده ايه يا ماما؟ ايه هناك لمسه يد؟ ايه ايدك يا وليه؟ استني يا ماما استني يا ماما. انت بتعملي التحدي. اللي انت بتعمليه ده يا امنيه. ايوه اديها. انت بتعملي ايه يا بنت؟ وبنت يا بنت الكلب. ايوه بقى ادوها بقى. يا ماما في اسرع وقت. يا حبيبه قلبي يا امنيه، التحدي ده صعب قوي يا حبيبتي. وبعدين لما تعملي التحدي صعب لازم تاخدي احتياطاتك الامنيه يا وده الرد ونعم التربيه. اصل هجيبه منين يعني؟ لا صراحه لازم تكون متربيه. يا امنيه اختاري التحدي سهل يا حبيبه قلبي. طب انا عايزه اقول لك بقى على فكره. يا قمر، يا عسل، انت ايدك دي وايدك دي راس امنيه اهو. بس حلو. ايه رايك لو ندى تدخل معانا في التحديات؟ انت قلتي ايه يا ام امنيه؟ في ايه يا ندى؟ انت قلتي ايه دلوقتي عشان انا ما سمعتش كويس؟ تدخلي معانا في كلامي بجد. انت هتدخلي الهبده بتاعتك؟ لا بتهزري. لا حط امك. التحديات. يعني انا هبقى مشهور؟ ايوه بنتي هنبقوا مشهورين. ايوه والله هبقى مشهوره زغرتي يا زوز. بصي بقى يا امنيه، هتبقى ندى يلعن يا ام امنيه. ايه يا ندى؟ يعني انا هصور دلوقتي؟ ايوه انا هطلع. بجد بتهزري يا ام امنيه؟ العبد بتاعك هيصور معاك يا ملكه يا مولكه. في التلفزيون. خلاص باجي. تحدي جاهزين. عايزين نفهمه والنبي يا استاذه امنيه ايه اللي هيحصل بالظبط. عايزين نفهم يا استاذه امنيه عايش فاهم العبد بتاعك ازاي يعمل تحدي مع سياده. ما انا افهمكم فكره التحدي دلوقتي ان انا وغزل معانا بالونه مليانه ميه. غزل معاه واحد وانا معايا واحد. ماشي. عارفه يا بنت يا امنيه لو بليتي امك بجد هزعلك بجد. فايه دوري انا ان انا هسال ماما سؤال. لو ماما ما عرفتش تجاوب السؤال ده في اقل من 10 ثواني ساعتها انا هفرقع البالونه. 10 ثواني ليه؟ 10 ثواني انتوا عايزين تموتوا في الفيديو خلاص. 10 ثواني ليه؟ هي التحدي بيكون 3 4 ثواني، ساعات بيكون 5. ده بالكتير قوي. على دماغ ماما وابلها ميه. هتبل امك؟ فين بر الولدين؟ عيب عليك. الانستجرام بتاعي تحت الديسكربشن. سؤال غزل هتفرقع عليا البالونه؟ ايوه يا ندى. والبالونه مليانه ميه؟ مليانه ميه. بقى تطلعي بقى البوابه ان هي فلاحه وغبيه. ايوه. والنبي يا زوزو اسالي سؤال سهل يا زوزو. يلا. لا طبعا انا لا ايه؟ لا طبعا لا فرقع البالونه على ماما. يعني يا ماما ده الجو ساقع يا ماما. وكمان يا ماما لو انا رشيت الميه عليكي يا ماما انت فرقع البالونه على امك عشان امك هي عايزه كده. لازم يعني يا ماما ابهدلك يا ماما عشان انا عايزه اتشهر. لا يا ماما خلاص انا مش عايزه اتشهر يا ماما. يعني اعمل اي حاجه بس يا ماما بهدلكي. يا اختي عسل يا اختي اهو معقم من الموعظه. لا 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 لا
ودي طبعا هتحضننا وحبيبتي يا غزل، واحنا هنبقى ضد اسيادك وهنقتلهم. كده نكون خلصنا الفيديو، متنساش انك تنزل تحت تعمل لايك شير سبسكرايب، وهتلاقي لينكات التواصل بتاعتها في الديسكربشن. وبس كده، صلي على النبي وسلام. بحارب الترنج بسيف ساموراي، انا في اليوتيوب زي يوسف قلطاي. بهزر يا اسطى مش بتنمر، ده واجبي، اوعى تزعل مني، ده انت مربع في قلبي. عارفني افورت لا يا عم ودي تفوق عليكم يا ولاد تعالوا لي بقى.